اللهم أنت ربي لا يخفى عليك ما في قلبي، فاللهم طمأنينة منك وغنى بك. يا رب أعوذ بك من ضيقة القلب وشعور لا يشكى ولا يفهم. اللهم أرح قلبي بما أنت به أعلم. يسعد لي أوقاتكم يا رب. كيفكم؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير وأنتوا عم بتشاهدوا فيديو اليوم. جمعة مبارك علينا جميعا يا رب. خلونا نذكر الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونصلي على رسول الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رجعت لكم بفيديو جديد وإن شاء الله يا رب تحبوا. وإذا كنتوا لأول مرة عم بتشاهدوني وعجبكم المحتوى بتمنى أنكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد أنا بنزله. تنسوني من لايكاتكم وتعليقاتكم الحلوة، الله يسعدكم يا رب. وبرحب بكل الصبايا اللي انضموا على قناتي من جديد، أهلا وسهلا فيكم، نورتوني. بتمنى أنكم تكتبوا لي تعليقات لحتى نتعرف على بعض. اليوم حبيت شارك معكم تنظيف وترتيب بغرفة ابني. طبعا بعد ما هيك كانت الأيام قايمة فيها طبعا بس بالغزانة هلا، لأنه في بتعرفوا تبديل الصيفي والشتوي وهيك إجباري هون بتصير كتير لخبطة، فكتير مخربط الدنيا. محمود حاطط عرف شتوي عرف صيفي، بتعرفوا بقى الواحد لازم يضبهم. والثياب الصيفية بتكون يعني بتاخد حجم أو مكان أقل من الثياب الشتوية. قلت لبلش فيها طبعا، وديت البنات على المدرسة وبعدين أنا رجعت. طبعا قلت ما بدي أقعد لا إني لا أشرب قهوة ولا أي شيء، فورا بدي بلش من شان خلص، لأنه فيها كتير شغل ويا دوب لحق قبل ما أجيب ريتالو من الروضة. مثل ما شايفين طلعت كل شي فيه بالخزانة تياب وبلشت ضب الصيفي. هلا رح تشوفون كتير لاني تقريبا نصهم حطيتهم على جنب، لانه يعني ما بقى يعني اللهم صل على النبي انه في شي صغران وفي شي انه ما بقى خارجين لبس، فهون في حاويات للألبسة بنحطهم فيها. طبعا انا بحط التياب كلياتهم بالشناتي، لانه تحت هون يعني بالغرف ما عندي مكان. طابق فوق يعني الطابق الثالث من البيت. هون بتعرفوا البيوت أكتر يعني أغلبها يعني بتكون بالريف، بتكون هاوسات يعني إما طابقين أو 3، فبيكون فيها هذا الزولدر، هذا بس إنه لتخزين، إنه عندك شي زيادة بتحطيه فوق. هلا في عالم بتعملوا مثلا غرفة أو إذا عنده أولاد أكتر يعني بيستفادوا منه، بس نحن لا، بنحط فيه كل الثياب الجواكي الشتوية منعلقون حاطين علاقات وهيك، فيعني مستفادين منه الحمد لله رب العالمين. فبضب الثياب كلياتها الصيفية بحطها فوق، ونفس الشيء في فصل الشتاء. أنا ضبيت اللي ما بده مثل ما قلت لكم هيك، بقى عم أفصل ورتب. الواحد بده وقت إجباري طبعا، حتى الشتوي في منه زغران على اللهم صل على النبي. هيك والله رتبتهم مثل ما شايفين هيك بالشنطة، طلعت كتير خفيفة. يعني إنه إذا في شيء إسا رحته، طبعا إسا في خزانتي دايما بتركها للأخير، وخصوصي هلأ يعني حاسة إنه ما كل الثياب محتاجتها، وخصوصي يعني بالأيام الجاية بتعرفوا يعني الوزن بزيد بتعرفوا على الحمل يعني وهيك، فحاسة إنه ما كل اللبس رح أحتاجه، فأنا رح شيل اللي محتاجته وإن شاء الله بشارككم بالترتيب بإذن الله، هيك من شان نتنشط. عن جد الواحد بس يشوف حدا عم بيشتغل وهيك يعني متكسلا بيصير متنشط، خصوصي على البرد. يعني هلأ أحيانا بنقول يلا شوي وشوي، فعلى البرد بتحسي الواحد متكسلا، أما وقت بتقومي بتتنشطي عن جد وبشوفي يعني ناس تانيين عم بيشتغلوا، فالواحد بيتنشط. لهيك أنا بحب شارككم إنه روتينات متنوعة. مثل ما شايفين هلأ بلشت رتب البناطيل مع بعض، البلوز مع بعض كلياتها فوق بعضها، وبعدين بدي احطها بالخزانة كلياتها رتبة. طبعا هسه في كمان التعاليق انه الجواكيت وهيك، بتعرفوا انتوا اكيد كلياتكم يعني ستات بيوت، الله هيك يا ربي يقويكم، فكل وحدة بقى بترتب حسب كيف هي بتحب. والله الحمد لله رب العالمين. طمنوني كيف الطقس صار عندكم، احكوا لي شو طابخين اليوم، شو عاملين. هلا اغلب يعني البلاد بيكون في يوم الجمعة اكلة معينة، فاكتبوا لي بالتعليقات شو طابخين. انا اليوم ما طابخة شيء مختصرة يعني. فيعني عندي شوية اكل زايد من امبارح، وهلا بشوف الاولاد كمان اسا شو بعمل لهم جنبهم. اي والله من شان العنوان الفيديو رح ادخل بموضوع، يعني في عالم ما بتحب تكفي الفيديو، مع اني بتمنى انكم تكفوا الفيديو للنهاية من شان هيك الساعات تزداد ان شاء الله وكفي هيك شروط اليوتيوب، فبتمنى انكم تكفوا الفيديو للاخير اذا بتحبوا طبعا، يعني فضلا وليس امرا.
والله يعني من فترة وهو بيجيني تعليق من صبية، يعني في صبايا بيحطوا تعليق كانوا يعني تعليقات سلبية، بس أنا ما بحب إني أرد على التعليقات السلبية، إنه خلص باليوتيوب بده يجي مثلا التعليق الحلو والتعليق السيء، فما يعني ما عاطية ببالي أبدا. بس هديك المرة يعني عن جد قد ما تكررت من هالإنسانة نفسها، فحسيت إنه ليش يعني بس هيك يعني قاعدة عم تكتب عم بحس، مع إنه متابعة يعني الفيديو من أولته لآخرته، وما فيديو ولا 2 يعني. طبعا هي لأنه رح تسمع الفيديو، فلهيك أنا اليوم أني حبيت أحكي، فإنه عن جد شو مشكلتك معي؟ عم تقلي إنه من شان المرض يعني وهيك، إنه هداك الفيديو وقت اللي حكيت إنه عم بستفرغ العفو دم، فصارت تقول إنه يعني إنه هيك حالتك، وشو كاتبة إنه عم تنشري، فأنا ماني عم بموت يعني. هاي حالة كتير كتير عادية، وأي حامل يعني بصير معها كتير يعني حالات، وخصوصي أنا يعني متعودة، يعني صرت متعودة على كل الحالات مثل ما بيقولوا، الحمد لله رب العالمين. أكيد لو حالتي صعبة أو شي يعني ما بقعد بنشر أو بحكي لكم، بس الواحد يعني هو يعني عم بيقدم على اليوتيوب، عم بيقدم محتوى، عم بيشارككم كل شي، فالواحد كمان بيشارك مثلا شو عم بيصير معه، بجوز يعني صبايا يكتبوا رأيهم، وحدة تانية مثلا تستفاد، فيعني كتير كتير طبيعي إني أنا أنشر شو عم بيصير معي، شو عم بيساوي، ما معناته إنه أنا عندي حالة هيك بسيطة يعني، فإني بطل نشر أو أي شيء، لا بالعكس. بعدين هي يعني المنصة الوحيدة مثل ما بيقولوا، يعني أنا عم بنشر لحتى شارك، لحتى يصير عندي مثلا أصدقاء، يصير عندي رفقات على اليوتيوب، يعني هيك الغاية أكتر الواحد، لأنه هون بالغربة ما عنا حدا يعني، ويعني الواحد هيك بيشارك الناس، يعني ما بعرف، أنا ما حاسة إنه فيها شي يعني، والحمد لله رب العالمين. أنا استشرت دكاترة، يعني أنا ما تاركة حالي طبعا، من شان هلأ تسمعي الحديث. إنه أنا ماني تاركة حالي، سألت دكتورة وسألت يعني قابلة جارة أهلي، ويعني كلياتهم، وحتى الدكاترة اللي هون يعني قالوا لي أي شيء بصير معك لو بنص الليل بترفعي السماعة وبتتصلي فينا، يعني الحمد لله رب العالمين ما رح أهمل حالي وأقعد أنشر على اليوتيوب وأنا عم بموت لا سمح الله أو صاير معي شيء. فبحب طمنك الحمد لله رب العالمين أنا كويسة وما فيني شيء، وإذا أنت عندك مشكلة معي أو مشكلة مع كل مثلا اللي بينشروا يوتيوب، لو بتقلي سكري القناة وما بعرف شو، العالم عم تموت وأنت عم تنشري وأنت ما بعرف شو، كلياتنا والله بدنا نموت والحمد لله رب العالمين. وما الواحد إذا عم ينشر ما عم يوجعوا قلبه على كل الناس اللي عندهم مشاكل بهالبلاد، كلياتنا وجعنا واحد بالنهاية. هيك هدول اللي بيكتبوا تعليقات يعني من هذا النوع يعني يخفوا علينا شوي، لأنه كلياتنا والله عنا إحساس، وكلياتنا عايشين بالغربة، وما إجينا أساسا على الغربة غير من الشي اللي عم بيصير ببلادنا. فالحمد لله رب العالمين، يعني كلكم هيك طلعوا يعني على الشي بنظرة إيجابية يعني، واللي عنده تعليق حلو يكتبه، يعني مثل ما بيقولوا الكلمة الحلوة طالعة والكلمة السيئة طالعة، فليش الواحد لحتى ما يطالع الكلمة الحلوة ويجبر بخاطر الناس؟ الله يجبر خاطرنا يا رب، ويبعث لنا دائما الناس الكويسة مثلنا. عن جد أنا دائما بقول الله يبعد عنينا أولادين الحرام ويهيئ لنا الناس الكويسة. أنا رح أقلك على كل التعليقات اللي كتبتي لي إياهم الله يسامحك، وأنا ما رح سكر القناة، هي القناة الوحيدة اللي أنا يعني بتسلى مع الصبايا، يعني إن شاء الله يا رب هيك بصير عندي عيلة تانية، ما يعني لا عندي شي ولا عندي رفقات ولا عندي غير ولادي وبيتي وجوزي، فيعني ما بعرف شو بدي، ما بدي أحكي بالموضوع أكتر، فالله يسامحك وخفي علينا شوي. فالحمد لله رب العالمين، وهيك مثل ما شايفين سامحوني إذا كترت حكي، بس يعني مشان أي وحدة بدها تفوت تكتب تعليق سلبي تسمع هذا الكلام. مثل ما شايفين هيك خلصت الغرفة الحمد لله رب العالمين، كان الطقس كتير يعني هيك مغيم، يعني بدها تمطر بس ما إلى قلب. إسا ما إجت هالمطرات القوية، عم يعني ينزخ مطر بس إسا ما هالمطر القوي، بس عم بيقولوا في رح تجي عاصفة بلشت بأمريكا، ما بعرف الصبايا اللي بأمريكا طمنونا عنكم كيف الأمور عنكم، يعني نحن عنا قالوا بدها تجي بس ما بنعرف ايمت، فالله يتولانا برحمته يا رب. هون بعد ما خلصت وجبت ريتال قلت لساوي فنجان قهوة، بصراحة كان عندي مونتاج لفيديو مع الأولاد للقناة الثانية، فقلت نعمل فنجان قهوة وهيك بقعد بمنتجه على رواق. صراحة بعد ما جبت ريتال طبعا فطرتها قليت لها بيض
وطعميتها. وبعدين قلت بساوي فنجان قهوة قبل ما اجيب إسا تسنيم وبدي اطبخ فاصولية. هلا صار وقت الاكلات الشتوية. يا سلام، مع اني انا بالاحوال العادية ما كثير بحب الفاصولية البيضة، بس بالعادة عم نجيب فاصوليا لونها بني، فيمكن لهيك ما كنت عم بحبها. زوجي كتير بيحبها الفاصوليا اللي نوعها بني، فقلت له لا هالمرة خلينا نجيب البيضة، وفعلا ما شاء الله طلعت بتشهي. يلا بس لفضي. انا بدي ساويها بلحمة ناعمة، كنت حابة اعملها بلحمة الشقف، بس جوزي قال ما بيحب باللحمة الشقف، عملي لنا اياها بلحمة ناعمة حتى بدون فرج، يعني انه قلت له بفرج، قال لا بلحمة ناعمة. قلت له بعملها يعني كلياته بالنهاية واحد، بس باللحمة أطيب من الفروج. فوالله شايفين مثل ما هيك حطيت شوية زيت، حطيت ملح، حطيت بابريكا و7 بهارات. أنا كنت ناقعة الفاصولية من قبل بيوم، حطيتها بالليل وفقت الصبح سلقتها، وقلت هيك بعد الظهر بتكون جاهزة. فهون أنا صفيتها وقلت لأول شي قلي اللحمة. طبعا عم بعمل اللحمة كلياتها هيك كرات منشان ما بدنا إياها تكون ناعمة. هيك كرات بتكون ماسكة حالها، غير وقت اللي هيك بتفرط بالمرقة ومع الفاصولية بتصير أطيب. وهون عم قشر توم. هلا في ناس بتحط لها بصل، نحن لا بنحط لها كزبرة وتوم، وبحط شوية دبس فليفلة. بلشت بقى قشر التومات. طبعا كل ما هيك كان التوم فيها طيب، هي والملوخية عن جد كتير بيلبق لهم التوم. فهون دقيت، طبعا حطيت لهم ملح، ما بعرف ليش هيك اذا حطيت ملح للثوم ما بقى بيطيروا التومات. كنا ندق الثوم عند اهلي بنحاس، يعني الهاون النحاس، عن جد هيك قديش كانت تطالع صوت وهيك، بس كتير كتير كنا ننبسط على صوتها. فالحمد لله رب العالمين. بس هون انا بستخدم الخشب. هلا في عالم بتستخدم هاي اللي بتهرس الثوم، انا بصراحة ما حبيتها، حبيت هيك تكون دق اكتر. فهون قليت اللحمة وحطيت لها الثوم وحطيت لها كزبرة، وهلا بدي احط الفاصولية. الحمد لله رب العالمين. اكتبوا لي انتم بتحطوا بتحطوا فاصوليا، بتحطوا بصل ولا ثوم؟ من جماعة الثوم ولا البصل؟ طبعا هون انا هي الطبخة طبخت يعني قبل بيوم. هلا اليوم زايد شوي، فمثل ما قلت لكم يعني زايد شوية اكل، وهلا بقى شوفي الاولاد حابين بساوي. لا بعد ما حطيت الفاصوليا بقى وكل شيء جاهز، بحط دبس البندورة. طبعا احنا بنحبها كمان ثقيلة، فحطيت علبة ونص، كان عندي علبة متلجة وحطيت علبة تانية. فالحمد لله رب العالمين، بقى حسب الواحد قديش الكمية اللي هو بيحب انه يحطها. ايه وبس هيك يعني اللي بحط لهم اياه. انا ما بقى بحط لا حامض ولا اي شيء، لانه هاي النوع البندورة الحمد لله كتير كتير حامضة، فاللي بيحب تكون حامضة اكتر بيعصر على صحنه. مثل ما شايفين كمان حطيت معلقتين دبس فليفلة، كتير كتير بتعطيها طعم طيب، وهيك طرف حار، هي الفليفلة ما كتير حارة يعني، فبتعطيها طرف خفيف، عن جد كتير كتير بتطلع طيبة. الحمد لله رب العالمين، الله يديم علينا النعم ويحفظها من الزوال يا رب العالمين. حطيت اسا شوية ملح، لانه هذا الملح ابدا ما عم يملح، عن جد ما عارفين شو قصته. احيانا بنجيب كيس الملح بيكون عم بيملح، احيانا بنجيب كيس الملح تاني بيطلع ما عم يملح. اللي زوجي ما حاطه ملح، بقول له والله يعني راح احط الكيس شوي تانية. الحمد لله صارت الفاصوليا جاهزة، وطبخت كمان رز. هلا في عالم تطبخ جنبها برغل، بس انا بحس بصراحة تقيل معه البرغل للفاصوليا. فالحمد لله رب العالمين. وهيك كان فيديو اليوم، وهيك كانت طبختنا، هيك كانت الترتيبات والتنظيفات. وإن شاء الله هيك تكونوا تشجعتوا من الفيديو، وإن شاء الله يا رب تكونوا حبيتوا، وإن شاء الله بنلتقى في فيديو جديد وأنتوا وأنا بأفضل حال يا رب العالمين. وسلام.